السلام عليكم، أسأل الله أوقاتكم في كل خير. تعميم جديد من وزارة الداخلية على إلزامية استخدام كود الهاتف في مواصلات النقل العامة على غرار باصات النقل بين المدن. يعني سابقا نحن كنا لما نتنقل بين المدينة والأخرى لازم نحن نستخرج هذا الكود. حاليا استخدام هذا الكود إلزامي في باصات النقل الداخلي بين منطقة ومنطقة. التعميم بيحكي أرسلت وزارة الداخلية تعميما جديدا بخصوص إلزامية طلب كود الهاتف على مواصلات النقل العامة على غرار باصات السفر بين المدن. وبحسب وكالة الأناضول سوف يدمج الهاز كود مع نظام الكارت الذكي الخاص بالمواصلات العامة، وبهذه الحالة كل شخص مصاب أو مخالط لشخص مصاب سوف يتوقف كارته عن العمل حتى انتهاء مدة العزل المخصصة له. طيب، كيف نحن كمواطنين أو كأشخاص مقيمين في الأراضي التركية ممكن نستخرج هذا الكود؟ كيف هي طرق استخراجه؟ طرق الاستخراج جدا بسيطة، إلى 3 طرق أساسية. الطريقة الأولى عن طريق برنامج الإي دولات المعترف عليه. أي شخص ممكن يروح ياخذ شفرة الإي دولات من البي تي تي، وحكينا عليه بفيديو سابق، ممكن عن طريق البرنامج اطلعه. الطريقة الثانية عن طريق برنامج اسمه ايف حياة ايفي صغر. مجرد تنزيلك لهذا التطبيق ممكن تستخرجه. طيب، انا ما عندي الاي دولات وما عندي هذا البرنامج، كيف بطلعه؟ بطلعه عن طريق ارسال رساله نصيه على الشكل التالي. بتكتب بالرساله الهاز، كلمه هاز رح احطها انا في التعليقات، بعدين بتحط فراغ، بتكتب بعدها رقمك الوطني اللي هو ببلش 99، بعدها فراغ، بعدها بتكتب المواليد، فراغ، عدد الأيام المطلوبة 30 يوم أو 60 يوم. يعني نرجع بنعيدها عشان تكون واضحة. نكتب هاز برسالة نصية، بتفتح رسالة نصية كأنك عم تبعتها لشخص عادي، بتكتب هاز فراغ، بتكتب بعدها الرقم الوطني، فراغ، مواليدك، فراغ، عدد الأيام المطلوب، وبترسلها على 2023. الرقم 2023 رح احطها في التعليقات أو في التعليق الأول وبصندوق الوصف. احكوا لنا لو عندكم أي ملاحظة أو جربتم استخدام هذا الكود. أيامكم طيبة سعيدة ومباركة، دمتم في أمان الله.